لو أنت سألتني إيه أكتر يا نادر معلومة هتفيدني في مهارة الاستماع أو فهم الإنجليزي باللهجة الأمريكية، هاقول لك دي، المعلومة دي اللي في الفيديو ده، لإنها عكس خالص اللي أنت بتسمعه طول حياتك، ودي أكتر حاجة ساعدتني أنا في فهمي للي أنا باسمعه من غير ما أشوف الكلام، وهو نطق حرف الO. الO مش دايمًا في الإنجليزي بتتنطق O، ودي كانت الصدمة بالنسبة لي. تخيل النطق الأساسي في اللهجة الأمريكية لحرف الO هو آه، آه، فاكر الصوت اللي كان بيطلع مع حرف الA لمّا بيكون بعديه U أو W؟ قُلت لك بيطلّع الصوت ده، ده النطق الأساسي لحرف الO. يعني لما يكون الأو بين صوتين ساكنين أو حرفين ساكنين بتعمل الصوت ده تخيل أنا بارُد عليك بقى كده، على كده كلمة يُقف اسمها إيه؟ مش stop، stop. He tried to stop us. He tried to stop us. شايف الفرق؟ ومحل shop مش shop. I shop here all the time. I shop here all the time. ضابط cop، وهكذا. فتخيل كم الكلمات اللي أنت واخدها بمخارج ألفاظ أو بنطق، فأنت بتسمع نفس الكلمة السهلة جدًا، بس أنت هي الحقيقة بحاجة تانية، فده بيسهم إنك تلاقي نفسك مش فاهم حاجة وأنتِ مش فاهمة حاجة. طب ليه؟ الكلمة دي أنت ما شُفتهاش قبل كده؟ من نادر، ده أنا باشوفها في كل حصة، باشوفها في كل درس. اسمها إيه بقى دي؟ There's no not، not. ولكن معنى كلامك يا نادر إن حرف الأو عمره ما بيتنطق أو خالص؟ لأ، هيتنطق O. ولو أنت متابع الكام فيديو اللي فاتوا كويس جدًا، المفروض تقولها لوحدك. إمتى أنطق الO؟ زي اسمه، فاكر الكلمة دي؟ إحنا قُلنا إن في حرف لو جه في آخر الكلمة والحرف ده ما بيتنطقش، ولكن بيخلّي الحرف المتحرك اللي جوّه الكلمة يتنطق زي اسمه. الحرف ده هو E. صح. يبقى حرف الO هيتنطق O زي اسمه إمتى؟ لو في كلمة وفي الآخر، آخر الكلمة دي حرف ساكن E. الE هتخلّي الO تتنطق زي اسمها. هي اسمها إيه؟ يبقى انطقها كده. معنى كده يا نادر إن كلمة cop وهي كده، لو حطيت الE في الآخر تبقى ها cope. برافو عليك. rob، rob. لو حطيت الE في الآخر تبقى ها لوحدك rob، عشان ما فيش E يبقى النطق الأساسي بتاع الO حطيت الE في الآخر تبقى robe، وهكذا. طب إيه تاني ممكن يخلّي الO تتنطق زي اسمها؟ لو بعدها I، أي OI تبقى OY، زي مثلًا spoil، 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 أو مثلًا destroy، OY. برضه الY لو جات بعد الO تخلّيها زي اسمها، أو مثلًا A، يكون حرف الA بعد الO فبرضه يخلّيها O، زي مثلًا boat، مركب. فده كان الفيديو بتاع النهارده. النطق الأساسي للO هو زي مثلًا not، يبقى دي اسمها it's not. It's not your business. It's not your business. It's not your business anymore. It's not your business. أو النطق بقى التاني لمّا في حاجات معيّنة بتخلّي الO تتنطق O زي اسمها كده، إن يكون الA في الآخر أو بعد الE A أو I أو Y. أنا نادر رجب، باشكركم جدًا، جدًا على المشاهدة. أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، وسلام.